كاع المنتخبات عندهم مساعد مدرب الا المنتخب الوطني المغربي، وراه بزاف فيكم غيتفق معايا في هذه القضيه. ولكن كنشوفوا هنا مساعد المدرب كيتعتبر المدرب الثاني في رقعه الميدان. يعني كيعطي حلول، كيعاون المدرب. الا كنت انا غادي نكون مساعد مدرب غير باش نضحك مع الدراري وندير لهم الخاطر ونرش الماء على هذا ونجي نعاود لهذا نكته، راه اي واحد يدير هذاك العمل. المدرب دار اخطاء، ولكن الا كان مساعد مدرب عنده ما يقول، راه ما يخليش المدرب يطيح في هاد الاخطاء هادو. فاش كتشوف شي مدرب ناجح ولا دا شي تيتر، راه داه مع واحد الطاقم اللي كاين معاه، راه ماشي بوحدو هو. راه بيب غوارديولا الفيلسوف ديال كرة القدم، راه واحد الوقت كان المساعد ديالو هو ميغيل ارتيتا المدرب الحالي ديال الارسنال. وكنا كنشوفوا بيب غوارديولا كان كيصغر العقل ديالو وكيجي عند ارتيتا وكان كيعطيه الحلول، وكان كيجيب الله التيسير وكيربحوا في الماتش وكيجي عنده وكيعمقوا. يعني هنا كتعرف القيمه ديال المساعد المدرب. راه يعني فاش كتكون عندك واحد الامكانيات كبيره راه كتعطي واحد الاضافه في الفريق. في واحد الندوه صحفيه كانوا طرحوا سؤال الصحافه على بيب غوارديولا، قالوا لي واش ميغيل ارتيتا كان كيتاسبيرا منك؟ قال لهم لا، بالعكس انا استفدت معاه في بزاف ديال الحوايج. وهنا كتبان لك يعني الصوره الحقيقيه ديال المساعد المدرب. ماشي غادي نجي نبدا نرش الماء على الدراري ونبدا نضحك مع هذا، ماشي هذا هو مساعد المدرب اللي بغينا مساعد المدرب حقيقي اللي غادي يعاون المدرب. الا كان المدرب راسو قاصح، بالعكس خاصك انت ترطب ليه داك الراس ديالو باش نخرجوا بواحد النتيجه كاملين. هذا هو مساعد المدرب، الدور ديالو هو هذا. كتعطي ارشادات المدرب، كتوعي المدرب في اخطاء اللي كان غادي يديرها. راه ماشي الدور ديالك هو ترش الماء وتضحك مع هذا وتضحك مع هذا، لا، راه انا نمشي ندير داك الخدمه.